السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تفسير صعود السماء في المنام. قال ابن سيرين: من رأى إنه صعد إلى جبل فذلك بيدل على الحزن وقد يدل على السفر. أما إذا صعد إلى السماء حتى بلغ النجوم فإنه يصيب شرفا أو رياسة وظيفة أو مكان أو شيء هو بيسعى إليه. أما إذا رأى أنه صعد إلى السماء وتحول إلى نجم من النجوم فذلك بيدل على أنه سوف ينال علم من الدين يهتدي به الناس أو ينال الإمامة. والهبوط بعد الصعود من السماء بيدل على الذل بعد العز، وقيل نيل نعمة الدنيا مع رياسة الدين. وإذا رأى الهبوط من الجبل نال فرح، وقيل إنه يدل على تغيير الأمر وتعذر المراد، والله أعلى وأعلم. وفي المنام الصعود ضد الهبوط، ففي الصعود رفعة وشأن وعلو مكانة، أما الهبوط فهو ذل وغير ذلك أو تدني من المكانة التي حصل عليها الشخص في الحقيقة. وربما دل الهبوط على ظلم النفس، والصعود زي ما قلنا رفعة والهبوط هو ذل. فكلما ارتفع الإنسان إلى السماء فبيدل على ارتفاع شأنه، وقد يدل على أنه سوف يمسك شيء أو يحصل على مكانة عالية فيها رئاسة عمل، والله أعلى وأعلم. يعني نفهم كده أن أي صعود في المنام، سواء اللي شاف الرؤية رجل أو امرأة عزباء أو متزوجة أو حامل، كلما رأيت نفسك ترتفعي إلى مكان أو بتصعدي إلى مكان سواء جبل أو تل أو سماء، فذلك بيدل على نيل مطلب الشخص في الحقيقة وبقدر المستوى اللي وصله في المنام. أما إذا توقف في منتصف الشيء فده برضو بيدل زي ما هو هيحصل فيه أو هيحصل على الشيء ده في الحقيقة، والله أعلى وأعلم.